السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بدأنا خلاص العد التنازلي لرمضان، وهنبدأ مع بعض تجهيزات رمضان والجبنة القريش. احلى حاجة واخف حاجة في رمضان. وكمان هنعمل الجبنة الكريمي التحفة بالقوام الحلو اللي انتم شايفينه ده، وكل ده من 2 كيلو لبن بس. تابعوني لاخر الفيديو عشان تعرفوا عملنا ايه. يلا بينا. معايا 2 كيلو لبن بخيره من عند اللبان، ونكون واثقين ان اللبن ده فيه قشطه. الحله مسخنه الحله على النار، وهبدا انزل باللبن في الحله، والفرن بتاعي مدفياه. زي ما كده بنعمل الزبادي، اجي احط ايدي على شبكه الفرن استحملها وطافيه الفرن. تمام. بس وهنحط اللبن بتاعنا بقى ايه في الحله، واهم حاجه زي ما اتفقنا ان هو يكون لبن بخيره، واثقين ان هو فيه قشطه. وبعد كده هنغطي عليه ونغطيه كده بفوطة او بطانية او حاجة، ونحطه في الفرن الدافي اللي احنا طفيناه، ونسيبه بقى لحد تاني يوم. لو الجو ساقعة هنسيبه يومين، لو ما قطعش معانا اول يوم هنسيبه يومين. ونفتح بقى عليه. انا هنا كمان غطيته بورقة فويل. بصوا بقى هنا كده قطع ازاي اهو. ادي القشطة اهي ما شاء الله، شايفين قد ايه فوق الوش. والجبنة من تحت انا ولا حطيت له خل ولا غليته على النار ولا اي حاجة. زي ما قلت لكم، لو الجو ساقع يومين، لو الجو حلو معقول يقعد يوم واحد. هنعمل ايه بعد ما طلعته بقى من الفرن؟ شلته في التلاجة مثلا 4 5 6 ساعات، عشان بس القشطة تجمد معايا واقدر ان انا اشيلها بسهولة. زي ما انتوا شايفين كده الطبقة بتاعتها اهي، بصوا عاملة ازاي. هنبدأ بقى كده بالسكينة اهي. بصوا بصوا ما شاء الله، ادي الخير اهو طالع معانا اهو بتاع القشطة. دي بقى هقول لكم برضو هنعمل بيها ايه. بصوا بقى اشيلها كده ايه، ببدأ اطلعها بالراحة كده واحطها ايه في حاجة، عشان افصل بقى ايه كده القشطة بتاعتي. او دي بتعتبر في ناس بتاخدها تعملها كريمة، في ناس بتاخدها تعملها زبدة، في ناس بتاخدها تعمل منها جبنة كريمي. تمام. فاحنا هناخدها هنا ونسيب الطبقة بتاعت الجبنة تحت. شفتوا بقى لما انا حطيتها في التلاجة تسقع ساعدتني ازاي ان الطبقة تطلع معايا بمنتهى السهولة كده اهي. بصوا ما شاء الله اهي. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا، ما تنسوش اللايك الحلو، وما تنسوش تقولوا لي رايكم اللي دايما دايما بحبه جدا. معايا بقى مصفى وشاشه قماشه فانيلا نضيفه بس قديمه مش بنستخدمها للجبنه بس. وهبدا انزل فيها بقى بالجبنه. بصوا بقى اهو، شايفين كمان الشرش معايا قليل ازاي عشان اللبن كويس فقطع حلو. هبدأ بقى ان انا اقفل كده الشاشة بتاعتي. القماشة دي انا بستخدمها للجبنة القريش بس. بصوا وابدأ بقى كده ايه، هحط بقى حاجة من تحت علشان المية اللي تنزل ما ترجعش تشربها تاني. احط فاصل ما بينها وما بين الصينية. وهبدأ ان انا احط من فوق تقيلة كده حاجة عشان تساعد معايا ان الشرش كله ينزل من الجبنة وتتصفى. واسيبها بقى لحد ما تصفي خالص خالص المية اللي فيها. دي حله فيها ميه انا حطاها كده ايه كتقيله. ممكن نحط كيسه فيها ميه، ممكن نحط مثلا قالب تقيل، بلانشه تقيله، اي حاجه ايه تقيله بس تساعد معايا ان الميه تنزل. تمام. بصوا بقى اللي اهو ادي الشرش كله نزل معايا اهو. بصوا ده اللي نزل وصفيته. ودي بقى اخر حبه متبقيين، حتى هتلاقوا لونهم فاتح عن اللي نزل الاولاني التقيل ده. بس كده احنا كده صفيناها خلاص. هنبدأ بقى نشيلها من القماشة اللي احنا كنا حاطينها فيها. سهلة جدا جدا عمايلها، وهتنفعنا جدا لرمضان. وانتوا طبعا عارفين دلوقتي الاسعار بقت عاملة ازاي، فطبعا نعمل حاجتنا بقى في البيت بمنتهى السهولة. كل اللي هنعمله ده من 2 كيلو لبن بس. هتشوفوا هيطلع معانا دلوقتي قد ايه. بصوا اهي، باخدها بقى كده احطها بصوا انا بحط لها هنا ملح. تمام، مش كتير، قضيتها بس رشه عشان تبقى ايه متطعمه معايا. لو انتوا عايزينها عدبه خالص مفيش مشكله، عايزين تزودوا الملح شويه برضو براحتكم. دي بقى مش حصيره ولا اي حاجه، دي مجرد الكوستر بتاع الاكل بس. يعني مضلع كده، فانا هحط فيه جزء، والجزء التاني هحطه لكم في ورقه عاديه خالص عشان لو محدش عنده الكوستر ده مفيش اي مشكله.
بس هو حلاوته ان بيديها نفس التضليعه بتاعه الحصيره بتاعه بره بالظبط. تمام. وهحط لكم دلوقتي الباقي في جزء تاني عشان تقدروا تشوفوا لو انتوا ما عندكوش دي نعمل ايه. جبت ورقه فويل وفوقيها ورقه زبده، وهاخد جزء من الكميه دي احطه هنا ونبدا نشتغل. سهله خالص اهي، سهله وجميله ولذيذه، مفيهاش اي مشكله ولا صعوبه خالص. بصوا بقى هنبدا بقى ايه نسوي بقى عشان نعمل رول كده حلو. هنبدا بقى كده ايه، بصوا نسويه كده ونلفه ونضغطه عشان لما يجي يتقطع معايا يبقى الرول كده ايه كويس ومظبوط. اهو اسويه كده قدر الامكان. وبعد كده بقى هنبدا ايه نلف بقى كده بالراحه. تمام. وهوريكم لما الاتنين هيسقعوا هيبقوا عاملين ازاي وشكلهم هيكون عامل ازاي، وهقول لكم ايه الفرق ما بينهم ولا مفيش فرق. بس سهلة خالص. احنا كده نعتبر خلصنا، مجرد بس ان احنا هنحطها بقى في التلاجة تشد نفسها وبعد كده نقطعها. وانا حاطه الكيسة المفتوحة دي من تحت بس ليه؟ علشان الزوايد اللي لو في لسه شرش هينزل ولا حاجة ما ينزلش ايه بهدل الدنيا. تمام. اهي بصوا مجرد حتى ما قفلت عليها عملت تضليعة ازاي. اهي بسويها بس كده ورستقها واظبطها ونلفها. يلا نلف بقى كده ونحطها في كيستها الحلوة دي ونضغطها من الجناب ونقفل عليها. اهي دي بقت دي الرول اللي من غير حصيرة ولا من غير كوستر ولا حاجة، ودي الرول اللي هو ايه اللي فيه الكوستر. كده بقى خلاص احنا حطيناها في التلاجة، بيتها في التلاجة بقى، كان الكلام ده بالليل فسبتها في التلاجة، وجيت تاني يوم كده الظهر بدأ ايه فتحت عليها. نفتح بقى على الاتنين وشوفوا بقى الجمال وشوفوا الحلاوة والطعم. عايزة اقول لكم والله الطعم كأنكم بتاكلوا رايب، كأنكم بتاكلوا حاجة كريمي كده، حاجة غنية، حاجة دسمة، مش زي طعم الجبنة القريش اللي احنا معتادين عليه. طعم حلو كده، اللي هي الجبنة القريش بقى اللي هي على اصولها بتاعت زمان دي. بصوا بقى الشكل وجماله، وبصوا القطع. هنبدأ نقطعها. بصوا بقى دي اهي هي مفيش فيها اي فرق غير ان دي واخده التضليعه كده طبيعي ودي ايه عاديه. فمحدش بقى يقول اصل ما عنديش اصل مش هعمل، لا كله يقوم يتشطر ويعمل. وهنجيب شوكه كده ونضلعها يا ستي، علشان ايه ما تقولوش احنا ما فيهاش التضليع، اهو كل حاجه في ايدينا ان شاء الله. بصوا بقى الجمال بقى. انا كمان عايزاكم تتابعوني لاخر الفيديو علشان هنعمل كمان مع بعض من الجبنه دي الجبنه الكريمي، وهتشوفوا حلاوتها وجمالها. بصوا بقى الطراوه بتاعتها، الجبنه طريه لدرجه، بصوا جمالها، مش الجبنه بقى الناشفه اللي بتفرفد دي، لا جبنه كريمي كده تحسوا ان هي كانها قريش كريمي. تمام. واهي شايفين القطعه عامله ازاي، ما شاء الله عليها تحفه. اهي وهنرصها بقى في الطبق بتاعنا. عايزه اقول لكم ان ال2 كيلو دول يعني طلعوا لي حوالي من نص كيلو ل 600 جرام، يعني حوالي كيلو الا ربع، الا يعني من نص كيلو لكيلو الا ربع، هو مش كيلو الا ربع بالظبط، بس يعني حوالي 600 جرام، حوالي 650 جرام. تمام. ودي الجبنه التانية اللي احنا ما حطيناش فيها حاجه، هي اهي بالظبط. الفرق الوحيد بس ان دي طلعتها اقوى وشكلها مهندم اكتر، ودي ايه شكلها يعني عشوائي شويه. بس طبعا المهم الطعم، الاتنين نفس الطعم، والاتنين هيتهرسوا وهيتاكلوا بالف هنا. يلا بينا نعمل الجبنه الكريمي. اخدت قطعتين كده من الجبنه القريش على قطعه زبده على رشه ملح وزيت ومعلقتين لبن بودر وشويه لبن، وهنعمل احلى جبنه كريمي طعمها تحفه. هتملي علبه كمان حوالي ربع كيلو، العلبه اللي انا مليتها دي المقدار بتاعها ربع كيلو. تمام. فشوفوا بقى طلعنا ايه من 2 كيلو لبن. ده لسه كمان عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم، القشطه بتاعتها ما عملناش بيها حاجه. حطيت هنا بقى ايه معلقتين من اللبن البودر على قطعة الزبدة وشوية لبن ورشة ملح، وهحط بقى شوية زيت بس عشان يدوني ايه تلميعة، ونبدأ نضرب بقى كده في الكبة او في اي حاجة عندكم لحد ما القوام يتقل معايا. واحط بقى شوية زيت كده عشان يدوني قوام ويدوني لمعة حلوة.
واديها ضربة كمان وهتطلع معانا احلى جبنة كريمي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. حبيت ابدأ بيكم اول تجهيزات رمضان عشان فعلا مهم ومفيد، وهينفع للسحور وهينفع كمان لايه، لان احنا ممكن نستخدم الجبنة الكريمي دي في حاجات تانية. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على الف خير. يا رب يكون عجبكم. مع الف سلامة.